السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. احسن ناس في الدنيا. طالع بصراحه افك معاكم عشان من ساعه ما شفت القائمه بتاعت منتخب مصر امبارح وانا دمي محروق بشكل كبير. آه، اتفاجئت من القائمه بشكل كبير، بشكل يعني قائمه فعلا خزعبليه وشاذه جدا. يعني انا بشوف ان فيها لعيبه يعني المفروض ان هي اصلا ما تخشش في تفكير الراجل اساسا. روي فيتوريا شكله جاي يحرق دمنا ويكمل حرق الدم اللي احنا فيه من منتخب مصر بقالنا كام سنه، من بعد حسن شحاته تقريبا واحنا في حرق دم. فتقريبا الراجل ده جاي يكمل حرق الدم ويجيب لنا شلل. انا ليا سؤال واحد بس عايزكم تجاوبوني عليه في التعليقات، يا ريت يعني اللي يعرف الاجابه يجاوبنا عليه. ايه هي المعايير لاختيار لعيبه منتخب مصر؟ طب لو قلنا وصدقنا الكلام اللي بيتقال ان عمر جابر بيتاخد عشان صاحب صلاح، طب واخد عبد الله جمعه ليه؟ طب واخد مروان حمدي ليه؟ مش عارف. طب انا لعيب زي مروان عطيه ممكن اقول ان هو دخل بسبب ان الاتحاد مأدي 3 مباريات في الدوري الممتاز على اعلى مستوى. راجل نص ملعب مهم بيلعب كل الماتشات مع نادي الاتحاد، لعيب مهم جدا في نادي الاتحاد، لعيب مسجل في اخر مباراه. ده انا ممكن اقول لك بكل امانه يدخل وما يطلعش كمان في التصفيه، يكمل مع منتخب مصر الماتش. بس انا مش عارف يعني. طب عبد الله جمعه شفته فين؟ من يوم ما انت جيت منتخب مصر اساسا الراجل ما لعبش غير ال 10 دقايق بتوع الماتش اللي فات، ويا ريت الزمالك طلع كسبان. الزمالك اتعادل مع انبي. فانت عبد الله جمعه شفته فين عشان تاخده؟ بصراحه مش لاقي. قعدت افكر في موضوع القايمه ده كتير جدا، لقيت ان الراجل ده هو قاصد يحرق دمنا، ملهاش معنى تاني. وطبعا صبرت شويه ان انا اعمل الحلقه لان انا كان دمي محروق وكنت خايف ان انا اقول حاجات مش كويسه قدامكم وتزعلوا مني. بس ان شاء الله يعني ده مش هيحصل. انا استجمعت قواي خلاص وعرفت ان الراجل ده جاي ان هو يحرق دمنا بس مش اكتر. فخلاص الموضوع ما بقاش هاممني قوي. الناس دي هتبطلنا ان احنا نشجع منتخب مصر بكل امانه. الناس اللي مسؤوله في الرياضه في مصر، مش المدرب بس، لان المدرب ده مش حد بيجي يشتغل كده وخلاص. الناس اللي مسؤوله عن كره القدم في مصر هتبطلنا نشجع منتخب مصر. تمام. وطبعا هتكلم معاكم في الحلقه دي برضه عن قرعه دور 16 لدوري ابطال اوروبا. الثلاث والاربع اللي فاتت اتحدد خلاص مين الناس اللي اتاهلت، مع ان هم كانوا متحددين من الاسبوع اللي فات بشكل كبير. بس يعني ايه، انا خليتها قلت اتكلم فيها لما تتحسم قوي عشان نتوقع مع بعض القرعه. وهستنى تتوقعوا في التعليقات القرعه بتاعه دوري الابطال. لك ان تتخيل ليفربول قدامه 4 خيارات، 2 متوسط المستوى بورتو وبنفيكا، اما طبعا حامل اللقب والصقر ريال مدريد، ماشي، اما مش عارف يعني، مش لاقي تشبيه لبايرن ميونخ. فرقه بصراحه متكامله بشكل مستفز لدرجه ان انا بشوفها ان هي يعني اقرب فرقه للقب. بايرن ميونخ، وطبعا مع ريال مدريد، مع مانشستر سيتي، مع باريس سان جيرمان، مع برضه ليفربول ما تقدرش تطلعه برضه من المنافسه. هنتكلم وهستنى تقولوا لي القرعه، بس اتكلم الاول عن الثلاث لعيبه اللي هيجيبوا لي شلل. يعني انا كل لعيبه ممكن استثنى اي حد في القائمه. يعني القائمه اللي هو واخدها دي ممكن استثنى اي حد فيها الا 3 لعيبه. عبد الله جمعه شفته فين؟ بس هو ده سؤالي لمدرب منتخب مصر. عبد الله جمعه من وقت ما انت جيت مسكت ودربت منتخب مصر، الراجل ما لعبش في الزمالك ولا ماتش ودي ولا ماتش حبي ولا ماتش اساسي ولا ماتش رسمي. شفته فين ال10 دقايق اللي هو نزل خسر خلى الزمالك يتعادل فيهم قدام انبي؟ طبعا مش بقول ان اللعيب هو السبب، بس هي دي ظروف المباراه. الراجل نزل انبي اتعادل. شفته فين علشان تختاره؟ عمر جابر مستواه في اخر مباراتين مع الزمالك. طب ماشي، هنقوله ايام ما كنت بتاخده في بيراميدز كان ماشي. في بيراميدز الفرقه مسنوده وبيتسند على الفرقه. في الزمالك هو مش لاقي حد يتسند عليه والمدرب بيورطه وبيلعبه غلط، فمستواه مش مؤهل انك تفكر فيه اصلا. ادي 2 لعيبه المفروض انك ما تفكرش فيهم. اللعيب الثالث اللي مكتوب علينا في البطاقه ده هو مروان حمدي. ده مكتوب علينا في البطاقه. والله لو جاب 60 جون في الدوري ما يروح منتخب مصر برضه. لو جاب 60 جون في الدوري مش هاخده منتخب مصر. لو انا مسؤول عن منتخب مصر مش هاخد مروان عبد المروان. ده ما بيقدرش ينوم، ما بيقدرش يجري، ما بيقدرش يعمل دريبلينج. واخده بناء عن ايه؟ خلاص بقى مكتوب علينا في البطاقه مروان حمدي ده. يعني بقى مكتوب في بطاقه علينا في البطاقه ان هو يلعب في منتخب مصر غصب عننا.
كل الانتقادات وكل الفتره اللي فاتت دي مع المدرب اللي مشي، وان هو يعني كان موجود زيه زي قلته في المنتخب، وبتاخده برضه ليه؟ يعني بيدفع فلوس الراجل عشان يروح منتخب مصر. طبعا انا مش عايز احط اللوم على اللعيبه، لان اكيد مش اللعيبه اللي بتجبره ان هو يختارهم، اكيد مش ماسكين عليه سيدهات يعني. بس واخده ليه منتخب مصر مروان حمدي اسف، مروان عطيه. انا عندي تقبل بمروان عطيه، راجل زي ما قلت قبل كده في اول الفيديو، الراجل ده عامل مباريات هايله مع الاتحاد نفسه كفرقه عامله مباريات جميله جدا. فبالتالي لو الفرود اللي فيها مصري كنت هقول لك خده، انما هو مش مصري. انت جايب لي مروان حمدي يعمل ايه في منتخب مصر؟ عمر جابر هيعمل ايه في منتخب مصر؟ طب ايه هي المعايير يا جماعه؟ انا عايز حد بس يجاوبني في التعليقات، ايه هي المعايير ان اللعيبه دي تروح منتخب مصر؟ يعني الراجل ده بيختار ايه معاييره عشان يختار؟ انا مش عارف بصراحه. موضوع القايمه ده حرق دمي ومش حابب ان انا اتكلم فيه كتير. خلينا يا عم نتكلم في الناس اللي هي بتمتعنا بالكوره. انا عايز اشوف في كل التعليقات كل حد يشوف الفيديو يعمل لي تعليق بالقرعه كامله بالثمان مباريات، وانا عن نفسي هحط توقعاتي انا مبدئيا كده، مش هستنى التعليق. انا هفاجئكم في الفيديو. انا متوقع ريال مدريد ليفربول، وصقر من مباراه النهائي اخر مره اللي هي البطوله اللي فاتت، وهتكون مباراه قويه جدا. انا حاسس ان القرعه هتوقع ريال مدريد مع ليفربول، وطبعا يعني هتكون مباراه من المباريات المهمه جدا. بس انا عايز اشوف بقى توقعاتكم للدور ال 16 كله، الثمان مباريات. ويا ريت اخواتي وحبايبي اللي يشوف الحلقه يعمل لها لايك وشير واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا الجديد من الكوره مع ابو علي. معلش انا النهارده طالع لكم تنشل شويه كده، بس علشان هو بصراحه القايمه مستفزه، واكيد انتوا كمان مستفزين من اللي حصل في قائمه منتخب مصر. وما نقدرش نقول غير زي ما قلت لكم في اول الفيديو، الناس اللي مسؤوله عن الكوره في مصر مش عايزيننا نشجع منتخب مصر. اشوفكم الحلقه الجايه على خير، سلام.